سمعت قبل كده عن قاعدة الأربع ثواني في السواقة؟ اللي بيسوق مننا ووالده علمه السواقة من وهو صغير ياما اتقالت له الجملة دي: سيب مسافة آمنة بينك وبين العربية اللي قدامك. وكل ما نقرأ أو نسمع أي حاجة عن السواقة، سيب مسافة آمنة بينك وبين العربية اللي قدامك عشان لو حصل حاجة تقدر تلم نفسك. انا عن نفسي بسيب مسافه بيني وبين اللي قدامي، بس لما بضرب فرامل ما ببصش قدامي، بتلاقيني عمال ابص في المرايات اشوف مين اللي جاي ورايا وهيلبس فيا، عشان مش كل الناس بتلتزم بالمسافه الامنه. طب هي المسافه دي بتتحسب ازاي؟ يعني بالحب كده ولا ليها قاعده؟ سمعت قبل كده عن قاعدة الأربع ثواني في السواقة؟ دي القاعدة اللي على أساسها بتتحسب المسافة الآمنة بينك وبين العربية اللي قدامك على الطريق. هتبص على العربية اللي قدامك وتشوفها عند أنهي نقطة في الطريق، تلمح النقطة دي وتعلمها بعينك كده، وتبدأ تعد بالثواني من 1 ل4. لو لقيت نفسك وصلت للنقطة دي قبل 4 يبقى المسافة اللي انت سايبها دي مش كفاية، ولو لا قدر الله حصل حاجة مش هتلحق تلم نفسك، فانت كده في الأمان، وحاول تحافظ على المسافة دي. ربنا يسلم طريقنا وطريقكم. لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والشير والفولو عشان تفيد غيرك ونرفع من وعي الناس بالسواقة.